يعرضه بالقاعة. الفيلم الصحيح الكامل هذا ما يجوز. أما بالنسبة ليش ما استجبت وزير الداخلية يا ابو ثامر؟ راح أعلق إن شاء الله، راح أعلق إن شاء الله. أما بالنسبة لبريطانيا 3 ملايين ونص بريطاني من الطلبة تظاهروا لأجل عدم زيادة أقساط التعليم في الجامعات البريطانية، وبإمكان الحكومة الكويتية تتعلم من هذا الدرس. مشوا 3 ملايين ونص باتجاه المباني الحكومية والبرلمان البريطاني، عملوا حواجز للشرطة، والطلبة دمروا سيارتين من سيارات الشرطة ولا واحد انمس في طقة. في المظاهرة الثانية تم أيضا نفس الشيء. في المظاهرة الثالثة بدأ حصول الضرر على المصالح العامة مثل إتلاف أملاك الغير، محاولة التهجم على ولي العهد البريطاني. هني هذا اللي المفترض أن الحكومة ممثلة في رجال الأمن تطبقه عندما يبدأ الإضرار في المصالح العامة. أنا أتمنى ومستعد تعطوني أسبوع واحد أطلع لكم أكثر من 30 مظاهرة في ألمانيا، في كل الدول الأوروبية. نعم. لم يستخدموا الأسلوب اللي استخدموه القوات الأمن الكويتية. للأسف أنا ليش أقول قبل ساعتين إحنا نقول أن في جمهور راح يتكاثر وفي جمهور ممكن يكون داخل الديوانية. طيب ليش نسمح لوزارة الداخلية بأنها تستخدم سوء النوايا وتجيب قواتها؟ هم لازم على وزارة الداخلية أن تستخدم حسن النوايا وتقول إحنا نبعث الدوريات. الكويت من كبرها 10 دقائق توصل القوات الخاصة إلى صليبيقات أو الأحمدية أو الجارة. إذا صار بإمكان قوات الأمن تنبه وتحذر وتقول راح أعطيكم مهلة محددة، لو تنطر ساعتين أو 4 ساعات أو يوم كامل في سبيل الحفاظ على الأمن، نعم. إحنا معاه، ولكن لا تستخدم العنف. الحديث كله اليوم قاعد تحملون وزارة الداخلية هي السبب، ليش ما توجهتوا إلى وزارة الداخلية، إلى وزير الداخلية؟ أنا حقيقة كنت ماني موجود في اجتماع طلب الاستجواب للأمانة. نعم. أنا كنت مسافر في وفد رسمي، فلما أنا شاهدت الأفلام على قناة الجزيرة وشاهدت أفلام على قناة تلفزيون الكويت، وكان الأخ عبد الحكيم السبتي وجه بعض الأسئلة، وحقيقة كانت هناك مقاطع مؤلمة بالرغم من محاولة وزارة الداخلية إخفاء بعض الأمور. ويعني أنا أقول أن أي شخص يخطئ لابد أنه يحاول يدافع عن نفسه. في كل الأحوال ما جرى من رجال أمن إلى مواطن، أي مواطن كويتي لا نقبل فيه، وكان أي خطأ يجب أن تتعامل وياه. لماذا لم تتوجهوا إلى وزارة أو رجال الأمن؟ نعم. لماذا تتعامل وياه وفقا للقانون؟ نعم. وفقا للقانون. لماذا لم تتوجهوا إلى وزارة الداخلية؟ أنا أقول أن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن ما يحدث في وزارات الدولة كونه رئيس مجلس الوزراء. أما عدم توجيه الاستجواب مباشرة إلى وزير داخلية، هناك أيضا سبب آخر. لا تنسى أن الاستجواب من محورين. محور واحد. لا عفوا، احنا نتكلم عن الاستجواب مال الأمن وحصانة المسلم. نعم. فيصل المسلم. صيغة الاستجواب الرسمية. نعم هذه الصيغة الرسمية. نعم، الصيغة الرسمية محور واحد، لكن الدستور تعدي على الحريات. لا هي المشكلة جت بعد شنو؟ بعد التخلف الحكومة عن حضور. نعم. في قضية اللي تتعلق في رفع الحصانة عن الأخ. نعم. فيصل المسلم. نعم. من بعدها بدأت الندوات، ولا أنا غلطان؟ نعم صح. فهذا الأمر مربوط في هذا الأمر. نعم. ناتج عن هذا الأمر. فكان بالأساس وزير العدل وزير الداخلية هم المسؤولين عن هالقضيتين اللي هي رفع الحصانة وما حصل من رجال الأمن. أما مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، هذا قرار يتخذ النواب وهم يرون الشيء المناسب. أما ما قصد الأخ حسين وجود بعض المجاميع النيابية أو التيارات السياسية في البلد أو قوى النفوذ السياسي في البلد للإطاحة بسمو رئيس مجلس الوزراء، أنا والله حقيقة ما أعلم عن هالشيء. أنا أتعامل مع قضية فيها حدث وأتعامل وياها بتجرد من العواطف. بس يعني سمعت الى كلام ثامر، بس على شيء واحد يعني بالاخير قال لك القضيه سمو رئيس الوزراء استجواب وقدم والنواب اتخذوا قرارهم،
اتخذ غرض منها. انا بينت بس ما انا بينت شنو حجتك يعني؟ عندك حجه ترد على الكلام؟ إيه لا راح اخذ رايك، ولكن اتوقف عند هذا الفاصل. فاصل وانا واصل. ما هي أسس التعامل مع الله؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الكرام في هذه الحلقة الخاصة مع النائب شعيب الموزري والإعلامي حسين الفلتاوي. أستاذ حسين، استمعت إلى كلام النائب شعيب وفند ورأيه جدا منطقي، وأيضا تكلم وتحدث على سبب الذهاب إلى سمو رئيس الوزراء. بالأخير يعني ألا تعتقد أن هذا الرأي سليم؟ لا طبعا انا ما ارى انه رأي سليم، طبعا هو لا وجهه نظر وانا وجهه نظري، والله اعلم انه في ناس صحيح، المشاهد هو اللي يقيم هالشيء هذا. انا اقول باختصار بالنسبه لموضوع الندوات اسهبنا فيه كثيرا. بالنسبه لبريطانيا انا قلت لك ضرب فيها المثل العم ابو ثامر، بريطانيا بنفس اليوم تم في ضرب المواطنين والى اخره، وبنفس اليوم اللي تم فيه ضرب المواطنين عندنا هنا، مع ان احنا ما نقبل، ما نبي نوصل لهالطريقه هذه، لكن شر لابد منه صار ذاك اليوم. المواطنين هم اللي هجموا على رجال الداخليه، هم فلعوا عملوا عمل اخر وشرحناها. مع الاسف زين ارد اقول لك صاحب السمو الكثير من النواب يعلمون علم اليقين وجلسوا مع صاحب السمو خلال الايام اللي فاتت واجتمعوا معه، وابدى امتعاض الشديد من الاستجواب بالطريقه. انا باختصرها باختصار اخ علي، الهدف من هذا الاستجواب كله هو رأس سمو رئيس مجلس الوزراء ارضاء لاطراف خارجيه. كثير من النواب تعمل يعني حسب النائب لما يقوم بدوره، ليش تقولون والله استهداف لسمو رئيس الوزراء؟ انا قاعد اقول هذا زين، اللي قاعد اشوفه ليش السبب؟ اول شيء ان الموضوع وزير الداخليه تبي تستجوب، صاحب السمو امر، قال انا اللي امرت، انا اللي كنت على الخط، ما سمعوا الكلام هذا كله، راحوا على طول رئيس الوزراء وهم اوريدي قاعد يهددون، كل يوم يشوفون لهم ماده. انا اقول لك لو اليوم مستجوبين سمو رئيس مجلس الوزراء على خطه تنميه، شنو قدمت؟ شنو عملت؟ شنو انجزت منها؟ حاسبوه على ذلك، اقول لا يبا الناس معاهم حق قاعد يحاسبونه على خطه تنميه، وهو اللي اتى فيها واللي تعهد بانه ينجز جزء منها، لكن المحور هذا بالذات محور كرامه المواطنين اللي هم دخلوه بالاستجواب، المقصود فيه هو رأس سمو رئيس مجلس الوزراء، مثل ما هم تسرب لهم معلومات وعندهم مصادر من النواب، حتى احنا كاعلاميين وانت اعلامي وعارف هالشيء يا اخ علي، عارف ان عندنا مصادرنا وعندنا معلوماتنا وعارفين كل شيء، وهذا ما عاد سر الان، كل شيء مفضوح يا اخ علي، احنا اليوم في فضاء مفتوح، ما احنا مو عايشين حقبه الثمانينات، احنا اليوم بتكنولوجيا، المعلومات تتسرب وكل شيء عارف، وعارفين النواب هذول يعملون تحت اجنده منو، لكن مع الاسف ان الضرب قاعد يجي سمو رئيس مجلس الوزراء من اقرب الناس اللي يربطه معاهم لحم ودم، يؤسفني ذلك، ولا وتدفع مبالغ بملايين الدنانير لبعض النواب مع الاسف. هذا بالنسبه لموضوع ندوه اليوم. احنا خلينا نتكلم على يعني اساس المشكله هي قضيه رفع الحصانه. قضيه رفع الحصانه يعني مو الحكومه خلقت المشكله لما لا ابدا انا اقول لك اياها الحين باختصار شديد، يعني ارجو انك تعطيني الوقت اني اسردها خلال 5 دقائق. اولا الدكتور فيصل مسلم زين ارتكب جريمه بافشاء اسرار مصرفيه بظهار الشيك حساب شخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء، لا يجوز لاحد. نعم نائب محصن داخل القاعه. نعم من الاقوال لما يبدي من اقوال واراء، لكن من افعال من جرائم محصن، هذه واحده غير محصن، عفوا محصن من الاراء والاقوال، لكن غير محصن عن جريمه يرتكبها. يعني لو واحد من النواب اليوم صار مشاده، واحنا قاعد نشوف اليوم مشادات كثيره داخل القاعه، خذ القلاص كفخ فيه عضو بطراسه سبب له عاهه مستديمه، لا يحاسب النائب محصن؟ هذا غير سليم الكلام. العضو يحاسب على افعاله داخل القاعه، على جرائم يبديها داخل القاعه، لكن الموضوع لم يكن بدايته داخل القاعه، الموضوع كان خارج قاعه عبد الله السالم، والنيابه اتهمته انه حرض وافشى اسرار مصرفيه في بنك برقان فرع عبد الله السالم مع مدير الفرع واحد الموظفين. بس الحكومه ما حضرت الجلسه. انا جايك عليها، زين جايك على الموضوع، هذا بدايه المشكله. نعم. زين الحكومه تقول لي ليش ما حضرت؟ الحكومه حضرت ما هو مطلوب منها دستوريا، واحد بتقول لي ليش قلصت عدد الوزراء؟ امر حر، هي تلعب سياسه مثل ما الدكتور فيصل يلعب سياسه وجماعته، الدكتور فيصل صار له فتره يحشد الشارع ضد الحكومه ويحور القضيه كانها يقول ماذا؟ تفريق الدستور ومحتواه، احتراما للنصوص، احترام قاعده عبد الله السالم. حصانه النائب مو تفريق للدستور. لا طبعا لا، النائب تحمل جريره ما فعلت، وبعدين ما الذي اتهمه؟ اتهم النيابه وهي خصم شريف.